أرض مدين تبدو أمامنا. لابد سيدي شعيب مع من سبقونا من المؤمنين قد وصلوا إليها. ترى هل وصلت إلى أهل مدين أخبار الزلزال الذي دمر قريتنا؟ فالقولي هل أخذوا العبرة والموعظة من أن الزلزال ذهب بالذين عصوا ربهم؟ مسكين يا أبي، منذ سنين وأنت تدعو الناس للحق وعبادة الرحمن. أرجو أن يكون أهل هذه القرية أفضل من سابقيهم الذين كانوا يغشون إخوانهم ويبخسونهم حقوقهم. ما بك يا هذا تكلم نفسك؟ اسبقنا واسأل عن والديك. سيدي شعيب كأني أراه هناك بين الناس. أريد مكيالا من الحنطة أيها التاجر. حسن. إليك مكيالك مليئا بحبوب الحنطة النقية. أنت لم تملأ الوعاء أمامك. المكيال لا يتسع لأكثر مما وضعت به. إلي بالثمن. أهلا بك. ما هي بضاعتك اليوم؟ جزائز منتظمة من الصوف الجيد. أجل، صوف جيد. سأزنه وأعطيك ثمنه. كان حجم الكيس أكبر. هذا ما جئتني به، أم أنك تخونني؟ لا، ولكن خذ ثمن صوفك وارحل عنا. هل تريد سمنا أم عسلا؟ لا هذا ولا ذاك. جئت أعيد إليك هذا اللبن المغشوش. وأنا أيضا جئت أعيد إليك هذا العسل الرديء. اسمعوا يا ناس، يقولان إن بضاعتي مغشوشة ورديئة، وأنا أهم بائع في هذا السوق. انصرف عني، لن أعيد شيئا. ليت السكين تنغرز في قربك فتنسكب بضاعتك على الأرض، أو أن تتسلط عليك أسراب الدبابير فتأتي على السمن والعسل معا. خرافك الصغيرة ترعى في أرض شعيب يا ولدي. أجل يا أمي،
فكلما خرجت بها تركت أرضنا واتجهت إلى أرض شعيب. ها؟ انظري إليها كيف ترعى سعيدة مطمئنة. أجل فقد ازداد وزنها ولم تعد هزيلة كما كانت من قبل. فهل تصدقين يا أمي أن الذئب إذا دخل أرض شعيب مر من أمام الخراف دون أن يمسها أو أن يأكلها؟ هذه أرض مباركة يا بني. يجب أن نحضر بعض الصوف لنغزل منه بسطا وثيابا، ونريد شيئا من القمح لنصنع الخبز. هيا بنا إلى السوق إذن. أريد مكيالين من القمح أيها البائع. كم معك من الفضة؟ معي قطعتين. إليك مكيالين من القمح، هات الثامن. ولكنك لم تزن لي مكيالين من القمح. كيف لا؟ ألم تري الذي سقط من الحبوب في الوعاء؟ إنه يعادل مكيالا وأفضل. ويل لك أيها المطفف، ألم تستمع إلى تعليم شعيب؟ شعيب؟ لا، استمع أنت له ولتعاليمي، أليس أباك؟ كان ينقصنا شعيب هذا ليقلب علينا الموازين. أنت لم تشتري القمح وأنا لم أشتري الصوف. لن نشتري من هؤلاء الكفار حتى لو بقينا دون غذاء أو كساء. مرحبا أيتها الفتاتان، ألستن ابنتي شعيب؟ بلى. خذا من هذا الصوف الثمين، من صوف جراف رعت في أرضكم المباركة التي يتآخى فيها الذئب والحمل. شكرا لك، شكرا لك أيتها المرأة الطيبة، كنا بحاجة لهذا الصوف. وسيجزيك والدنا خيرا عنه. أيها الناس، اتقوا ربكم ولا تأكلوا أموال غيركم بالباطل، واستمعوا لما يقوله لكم شعيب. ربكم يأمركم بالصدق والأمانة وأن يساعد بعضكم بعضا. سمن وعسل، لبن وقشدة. هيا هيا، تعالوا تعالوا واشتروا. يا أبتي، إن الناس يغش بعضهم بعضا، وأنت تعبت من كثرة ما نصحتهم ولم يؤمن معك إلا القليل منهم. أخشى يا أبي أن يحل عليهم كما تقول عذاب ربهم جزاء بما كانوا يفعلون. ما لشعيب وما لنا؟ ماذا يريد منا؟ وهل أصبح وصيا على أموالنا؟ نحن نبيع على هوانا، وهكذا كان آباؤنا وأجدادنا. والذي لا يعجبه فليذهب إلى توانا. يا ويل يا ويل يا ويل.
كل بضاعتي، خزنت القمح سنين لأبيعه بسعر عالي فأتى عليه السوس. ماذا سأفعل الآن؟ ماذا سأفعل الآن؟ يا ليتني أطعمته للمساكين والفقراء كما نصحني شعيب. وهل تصدق شعيبا يا رجل؟ أما أنا فلن ينفد مالي ما دمت أملك قطعان الماشية وقربا كثيرة ملأى بالسمن والعسل. لقد بارك الله لشعيب في أرضه وغلاله، لأنه يتصدق على الفقراء ولا يمسك الغذاء. اتبع شعيبا إذن وسنرى. لقد أتى الجراد على محصولنا كله وأكل كل حقولنا ولم يترك سوى حقل شعيب. هذا جزاء من يأكل مال غيره. أشفق على الفقراء من هؤلاء القوم، ألا يكفيهم شح الغذاء حتى يلحق به الماء؟ الحر لا يجفف الحلوق فقط بل يتعب الأجسام. ولكن نبع الماء عندنا غزير، ليتهم يأتون لينهلوا منه. معك حق في أن يأتوا من أنفسهم، لأننا لا نستطيع أن نوصل إليهم الماء ولا أن نخرج من حدود أرضنا لنوزعه عليهم، فقد أصبح أهل القرية ناقمين علينا. وهل نحن السبب في نكباتهم؟ فليحاسبوا أنفسهم أولا على ما يفعلون. أما سمعت والدنا يقول إن هذا الحر هو عقاب من الله لأهل القرية؟ فلينقذ الله المؤمنين منهم. هيا نقتحم أرض شعيب ونملأ أوعيتنا بالماء. وهل كان شعيب قد حبس الماء أو الكلأ عنا؟ ها هم أهل القرية وفي أيديهم الدلاء يقصدون نبع الماء عند شعيب. أنا متأكد أن النبع كان هنا. وأنا أيضا. لقد غار الماء إذن في باطن الأرض، ولا يد لشعيب بذلك. الماء من أين سنأتي بالماء الآن؟ ألا يوجد نبع آخر؟ لقد أعيانا العطش. انظروا ها هي غيمة سوداء، لابد أنها ملأى بالمطر. هيا نقف تحتها لنستقبل ماء. سوف يهطل المطر. الماء سيكفي الجميع. ولا حاجة لنا بشعيب وماء. هيا أيها الناس، تجمعوا وامسكوا بأوعيتكم ودلائكم واستعدوا لاستقبال ماء المطر. هيا
بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. صدق الله العظيم.